بسم الله، اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. سمعنا كتير قبل كده عن طائرات اختفت او شفنا حوادث او فيديوهات لحوادث طائرات، ولكن الحادثة اللي معانا اليوم هي حادثة اختفاء طائرة رئيس ايران. الموضوع بدأ لما كان رئيس ايران في زيارة لدولة اذربيجان، وكان في زيارة برفقة الرئيس الاذربيجاني لافتتاح سد، وده كان السد رقم 3 اللي بنته الدولتين بمعاونة بعض، علما بان العلاقة بين البلدين هي مش افضل حاجة بسبب الهجوم المسلح اللي حصل عام 2023 على سفارة اذربيجان في طهران. ولكن تم الانتهاء من افتتاح السد وتم الانتهاء من المراسم، وبعد كده اتوجه رئيس ايران مع مجموعة من الوزراء والمعاونين اللي كانوا معاه في الزيارة للطائرات اللي كانوا جايين بيها، وكانوا جايين جايين بموكب يتكون من 3 طائرات هليكوبتر. بعد كده توجهوا للطائرات وكانوا في طريق العودة لإيران. بعد كده حصلت حاجة غريبة جدا، واللي هي السبب في ان الإعلام مقلوب. الإعلام في إيران مشغل أدعية في التلفزيون. إيران كلها ما عندهاش دلوقتي، مش عارفة مصير رئيسها ايه، ووكالات الإعلام العالمية كلها مقلوبة. فرق الإنقاذ توجهت لموقع الحادث، مش قادرين يوصلوا بالظبط لمكان الطيارة او مكان اللي حصلت فيه الحادثة. خلونا دلوقتي هنعرف بعض التحليلات وبعض التفاصيل وفي بعض الاخبار اللي ليست اكيدة لحد دلوقتي. هنقول برضو الاخبار دي بتقول ايه، لان الاخبار دي لو صحيحة هتبقى كارثة كبيرة وقد تتسبب في حرب كبيرة جدا جدا في المنطقة. طبعا كلنا عارفين ان ايران حصلت مناوشة او حصلت زي هجوم ما بينها وما بين اللي ما يتسموش في الفترة اللي فاتت، وكان في هجوم من ايران على بعض المواقع بتاعتهم، وتم الرد بهجوم من بعض المواقع بتاعتهم على ايران، وبعد كده الموضوع انتهى وخلص. طيب التصريحات اللي ظاهرة دلوقتي او اللي بيتم تداوله دلوقتي على مواقع التواصل او بيتم تداوله في الاخبار، ان الظروف الجويه ما كانتش مناسبه، او الظروف الجويه كانت هي اللي ممكن تكون السبب في ان هي خلت الطياره تعمل، او الطائره بتاعت الرئيس الايراني تعمل هبوط اضطراري. طيب اولا خلونا ناخد الموضوع بتسلسل. بالنسبه للطائرات، الطائرات المدنيه، هنتكلم عن الطائرات المدنيه العاديه، اللي هي بتحمل بتبقى شايله يعني اشخاص عاديين، مش اشخاص ذوي مناصب سياسيه كبيره. لو الظروف الجويه مش مناسبه ان الطياره تتحرك، بيتم تغيير خط السير. طيب لو مفيش خط سير مناسب بيتم تأجيل الرحلة في بعض الأحيان، وبيتم تغيير وجهة الرحلة، حتى لو كانت الرحلة على وصول في مكان الجو بتاعه مش مناسب للهبوط أو للإقلاع أو الطيران بشكل عام. بيتم تغيير الوجهة حفاظا على أمن وسلامة الناس. طيب دلوقتي احنا قدام حاجة تعتبر أمن قومي إيراني، يعني اكيد ايران لما قبل ما الطياره تتحرك من مكانها كان في معلومات عن الحاله الجويه وعن المناخ، وهل هو مناسب ولا لا. وبشكل عام هو دايما المناخ في اقصى درجات الاذى اللي بيتسبب فيها للطائرات بتتسبب ان هي بتعمل بعض المشاكل اثناء الاقلاع والهبوط، وتحديدا في الهبوط. ده بالنسبه للطائرات اللي هي بتحتاج تنزل على مدرج كبير زي طائرات الركاب. اما الطيارات الهليكوبتر فهي بتنزل اصلا، هي بتنزل في مكانها، يعني هيبقى في نقطه هي بتنزل بشكل عمودي في مكانها. فهل الطيارات مش مصممه ان هي تطير في الظروف المناخيه الصعبه؟ الحقيقه ان الطيارات بتكون مصممه ان هي تطير في ظروف مناخيه صعبه جدا جدا، وان هي تتخطى حاجات اصعب من كده بكتير. تمام، علما بان الطيارتين، الموقف زي ما قلنا كان مكون من 3 طائرات، في طيارتين منهم وصلوا، يعني بالفعل في طيارتين وصلوا للوجهه اللي كانوا متوجهين ليها. كانوا الطيارتين دول بيضموا بعض الوزراء وبعض رجال الدولة الإيرانية، دولت وصلوا للوجهة اللي كانوا متوجهين ليها ووصلوا بسلام تام. أما الطيارة المتبقية كانت بتحمل رئيس إيران وبتحمل وزير خارجية إيران. طيب دلوقتي معظم أو كل الأخبار بتشير إن هي الطائرة نزلت هبوط اضطراري أو وقعت، مش قادرين يحددوا لحد دلوقتي، في منطقة التضاريس بتاعتها عنيفة جدا وتضاريس جبلية وغابات. ومع الجو والظروف الجوية دلوقتي المفروض في المنطقة ان هي صعبة جدا، ان في رياح، في شبورة قوية جدا. ففرق الانقاذ مش قادرة توصل.
طب بيجي هنا بقى مش هنقول نظرية المؤامرة، ولكن على مر التاريخ لو ناس كتير قرأت في التاريخ فكان في يعني كبار رجال الدولة في دول كتير تم تصفيتهم بطرق كتير. بعضهم تم تفجير طيارات، بعضهم يعني، وبعضهم تم اغراق سفن. بيكون طبعا في ناس كتير بتموت في يعني زي ما بيقولوا كده بتروح في الرجلين، ولكن ده كان بيحصل يعني. بعضهم تم القائهم فوق الجبل. لو جينا شفنا في الموضوع ده هنلاقي ان لا فعلا كان في ناس كتير جدا على مر التاريخ تم اغتيالهم طرق مختلفة. في اللي دخل نفق ومات جواه وما خرجش. ففي سياسة او فكرة الاغتيال دي موجودة في التاريخ. وبصراحة أنا من وجهة نظري أنا مش مقتنع بحتة إن الظروف الجوية ما كانتش مناسبة. طيارة الرئيس الظروف الجوية ما كانتش مناسبة، فحاولت تعمل هبوط اضطراري. فبيقول لك معظم الأخبار دلوقتي بتقول إن معظم الأخبار دلوقتي بتقول إن هم بدأوا دلوقتي في التلفزيون الرسمي الإيراني إن هم دلوقتي بينشروا أدعية بيخلوا الناس تدعي للرئيس. فأنا وجهة نظري إن هي دلوقتي الحالة النهائية، أو في بعض وجهات النظر اللي فعلا تم التصريح عنها بتقول ان هو الرئيس الايراني هم وصلوا فعلا، ولو ان الطياره ما نزلتش هبوط اضطراري ولكن الطياره سقطت. بيقولوا ان ان الطياره ما نزلتش بهبوط اضطراري، الطياره سقطت. ومعظم الاخبار دلوقتي بتقول ان الرئيس الايراني اتوفى، وكل من كان في الطياره، الرئيس الايراني ووزير الخارجيه توفوا وكل من كان في الطياره. تمام. بس فده كده كان الملخص. في بعض الصور تم بثها، مش عارف الصور دي مدى صحتها ايه. بتقول ان الطياره لما نزلت، هي نزلت لسه يعني، لما الطياره نزلت اللي فيها كانوا على قيد الحياه. يعني في صوره بتقول، بس طبعا الصوره ديت ما كانتش واضحه خالص لان في ضباب كبير عليها. بيقولوا ان لما الطياره نزلت كان اللي فيها على قيد الحياه، ولم يتم تحديد دلوقتي مصيرهم. يعني هل هم لما الطياره سقطت هل تم اغتيالهم على الارض، ولا الطياره لما سقطت هم ماتوا؟ ده طبعا اللي هيبان كله في خلال الساعات اللي جايه. فرق الانقاذ فعلا دلوقتي بتحاول تعمل مجهود كبير جدا ان هي توصل، ولكن بسبب الطبيعه الجبليه والغابات وبسبب الظروف المناخيه فعلا في المنطقه دي صعبه جدا. وده بصراحه اللي بيخلي نظريه الشك هي اللي بتزيد. يعني الناس بتزيد هنا، اشمعنى في المنطقه دي تحديدا اللي حصل كده، واشمعنى الطياره دي تحديدا اللي حصل فيها كده. يعني ما كان الموقف 3 طيارات، في اشمعنى دي تحديدا اللي حصل لها مشكله واللي بيقولوا هبوط اضطراري او وقعت؟ وبعدين لو طياره الرئيس وقعت هل الطيارتين المعاونين ليها هيسيبوها؟ يعني لو الطياره وقعت هل من الطبيعي ان الطيارتين المعاونين ليها هيسيبوها وهيكملوا خط سيرهم عادي، ولا على الاقل هيحاولوا ان هم يحددوا موقعها، علما بان الهليكوبتر ممكن تقف في مكانها في الجو؟ يعني الهليكوبتر في مكانها في الجو بتقف، ما بتاع ده مش زي الطيارات التانية، طيارات الركاب اللي لازم تفضل طايره او ماشيه. لا، الهليكوبتر بتقف في مكانها عادي، وممكن تقف وتحدد النقطه وتشوف كمان اللي حصل وتبدا تبلغ بيه وتطلب الدعم. في الاخير يعني نتمنى الفيديو يكون عجبكم، يكون الفيديو توضيح او قدر ان هو يوضح لكم الصوره. وان شاء الله هنتابع على الساعات اللي جايه، في خلال الساعات اللي جايه المستجدات، وان شاء الله هنكون معاكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.